يؤكد البحث العلمي الحديث أن الأسماك وبخاصة البحرية تعتبر على رأس القائمة الغذائية الأكثر فائدة بالنسبة للإنسان وبخاصة للدماغ، حتى إن هذه الأسماك تعتبر لحومها هي الأطرى بين كل أنواع اللحوم. هناك أكثر من 1000 دراسة علمية أصيلة أجريت حول الأسماك تؤكد فوائد أكل السمك لمن يعاني من الوزن الزائد. الأسماك مفيدة جدا لمرضى الكوليسترول، يعني سبحان الله، انظر ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. وكأن هذا الحديث يريد أن يقول لك إن دواءك أيها الإنسان موجود في الطبيعة. إحدى الدراسات تقول ينبغي أن تخلطه أو تأكل معه الليمون وزيت الزيتون والثوم أيضا، يعني هذه ربما أكلة نعرفها، ولكن أثبت العلم فوائد هذه التشكيلة سبحان الله لمرضى الكوليسترول وضغط الدم والسكر أيضا. وهناك دراسة أن الأسماك تقوي الذاكرة، تناول الأسماك بانتظام مرتين على الأقل في الأسبوع أيضا يقوي الذاكرة سبحان الله. الله سبحانه وتعالى سخر لنا كل شيء، قال تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. السمك هو نعمة من نعم الخالق المالك سبحانه وتعالى، أنعم بها على عباده وأشار إليها. سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا